اما نيجي نقول وجود هيئات رقابية او وجود هيئات حكومية، لابد من وجود هيئات حكومية تعمل على الاشراف على المجتمع المدني لكي لا ينحرف عن توجهاته او لا ينحرف عن ادواره المنوط به. طيب اما يجي يقول لي التطوع فكرة أخلاقية وإنسانية تتحلى بها المجتمعات المتقدمة. في ضوء هذه العبارة وضحي أهمية العمل التطوعي للفرد. العمل التطوعي للفرد بيشجعه على إيه؟ تحمل المسؤولية، بناء شخصية الإنسان، الاندماج في المجتمع ككل، التعرف على مشكلات المجتمع والإلمام بكل جوانب المجتمع. يبقى دي فايدة المجتمع العمل التطوعي بالنسبة